صباح الخير يا أصدقائي، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ عنوان درسنا لليوم هو الفلاح. إذن عنوان درسنا لليوم هو الفلاح، ومن خلال هذا الدرس سوف نتعرف إلى حرف الجيم. إذن سوف نتعرف إلى حرف الجيم ج. ولكن قبل التعرف إلى هذا الحرف يجب علينا أولا الاستماع لقصة الدرس. هيا بنا. الفلاح. هربت الدجاجة والأرانب من صاحبها لأنه قاسي القلب. ذهبت إلى الحقل حيث التقت فلاحا يزرع أرضه. سألته الدجاجة: إذا جمعت الحبوب فهل تعلمني كيف أزرعها؟ أجاب الفلاح: نعم. راحت الدجاجة تعمل وتعمل، وبعد فترة جمعت الدجاجة الحبوب. والآن يا أحبائي الصغار، بعدما انتهينا من الاستماع لقصة الدرس، هيا بنا الآن لنجيب على الأسئلة التالية. لنبدأ بالسؤال الأول: لماذا هربت الدجاجة والأرانب من صاحبها؟ إذن لماذا هربت الدجاجة والأرانب من صاحبها؟ الجواب: هربت الدجاجة والأرانب من صاحبها لأنه قاسي القلب. إذن هربت الدجاجة والأرانب من صاحبها لأنه قاسي القلب. السؤال الثاني: إلى أين ذهبت؟ إذن إلى أين ذهبت؟ الجواب: ذهبت إلى الحقل. إذن ذهبت إلى الحقل. السؤال الثالث: ماذا كان الفلاح يعمل؟ إذن ماذا كان الفلاح يعمل؟ الجواب: كان الفلاح يزرع أرضه. إذن كان الفلاح يزرع أرضه. السؤال الرابع: ماذا طلبت الدجاجة من الفلاح؟ إذن ماذا طلبت الدجاجة من الفلاح؟ الجواب: طلبت الدجاجة من الفلاح أن يعلمها كيف تزرع. إذن طلبت الدجاجة من الفلاح أن يعلمها كيف تزرع. السؤال الخامس والأخير: ماذا جمعت الدجاجة؟ ماذا جمعت الدجاجة؟ الجواب: جمعت الدجاجة الحبوب. إذن جمعت الدجاجة الحبوب. هكذا يا أحبائي الصغار نكون قد انتهينا من الإجابة على هذه الأسئلة. والآن يا أحبائي الصغار هيا بنا لنتعرف إلى حرف الجاء. حرف الجاء يشبه تماما حرف الحاء، ولكن حرف الجاء يملك نقطة في بطنه. إذن حرف الجاء يوجد في بطنه نقطة، وهو يشبه تماما حرف الحاء. لنبدأ الآن بالتعرف إلى أشكال حرف الجاء. لنبدأ بالشكل الأول: جاء في الأول متصل. إذن جاء في الأول متصل. الشكل الثاني: جاء في الوسط متصل. جاء في الوسط متصل. الشكل الثالث: جاء في الآخر متصل. جاء في الآخر متصل. الشكل الرابع والأخير:
ج في الآخر منفصل، ج في الآخر منفصل. هكذا يا أحبائي نكون قد انتهينا من التعرف إلى أشكال حرف الجيم. أحبائي الصغار، هيا بنا الآن لنقرأ الجملة التالية ولننتبه إلى ما كتب فيها باللون الأحمر. لنبدأ. جمعت، جمعتي، جمعتي، جمعتي. الدجاجة، الدجاجة، الحبوب. لننتبه لكلمة جمعتي. يوجد في كلمة جمعتي حرف الجاء في أول الكلمة متصل. انظروا، جاء فيها حرف الجاء في أول الكلمة متصل. لننتقل الآن لكلمة الدجاجة. الدجاجة يوجد فيها جاء مع حرف المد الألف أصبحت جاء منفصلة، جاء منفصلة. أيضا يوجد فيها حرف الجاء في وسط الكلمة كأنه في الأول. انظروا، جاء فيها أيضا حرف الجاء في وسط الكلمة كأنه في الأول. الآن هيا بنا لنرى حرف الجاء في هذه الأمثلة. لنبدأ. جاء في أول الكلمة، مثال جمل، جمل. انظروا، جاء فيها حرف الجاء في أول الكلمة متصل، جمل. المثال الثاني رجل، رجل. جاءت هنا حرف الجاء في وسط الكلمة كأنها في الأول. إذن جاءت هنا حرف الجاء في وسط الكلمة كأنه في الأول. المثال التالي جاء في وسط الكلمة متصل، مثال عجل، عجل، عجل. جاءت هنا حرف الجاء في وسط الكلمة متصل. المثال التالي جاء في آخر الكلمة متصل، مثال ثلج، ثلج. انظروا، جاء هنا حرف الجاء في آخر الكلمة متصل، جاء في الآخر منفصل، مثال عرج، عرج، عرج. جاء هنا حرف الجاء في آخر الكلمة منفصل. الآن جاء مع حرف المد الألف أصبحت جاء، جاء. مثال جاري، جاري. جاء مع حرف المد الواو أصبحت جو، جو. مثال جوري، جوري. المثال الأخير جاء مع حرف المد الياء أصبحت جي، جي. مثال راجي، راجي. هكذا نكون قد انتهينا من التعرف إلى أشكال حرف الجاء في هذه الكلمات. والآن يا أحبائي الصغار هيا بنا لنقرأ الأحرف التالية. لنبدأ. جاء في الأول متصل، جاء في الأول متصل. جاء منفصل، جاء منفصل. جو في الأول متصل، جو في الأول متصل. جو منفصل، جو منفصل. جي في الأول متصل، جي في الأول متصل. جي في الوسط متصل، جي في الوسط متصل. جي منفصل، جي منفصل. جو في الآخر منفصل، جو في الآخر منفصل. جي في الآخر متصل، جي في الآخر متصل. جي في وسط الكلمة متصل، جي في وسط الكلمة متصل. والآن يا أحبائي الصغار يجب علينا قراءة الجمل الآتية، ويجب أن ننتبه. يجب علينا أن نقرأ بطريقة التهجئة دائما. لنبدأ بالجملة الأولى. رسم، رسم. راجي، راجي. جمل، جمل. جاري،
ري جاري. سأعيد قراءة الجملة مرة ثانية. رسم رسم راجي راجي جمل جمل جاري جاري. الجملة الثانية حمل حمل رمزي رمزي دجاجة دجاجة سامي سامي. سأعيد قراءتها مرة ثانية. حمل حمل رمزي رمزي دجاجة دجاجة سامي سامي. الجملة الثالثة سارة سارة شادي شادي في جبالي جبالي بلادي بلادي. سأعيد قراءة الجملة مرة ثانية. سارة سارة شادي شادي في جبالي جبالي بلادي بلادي. هكذا يا أحبائي نكون قد انتهينا من قراءة هذه الجمل. وهكذا يا أحبائي الصغار نكون قد انتهينا من شرح درسنا لليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء قريبا بإذن الله تعالى مع درس جديد. إلى اللقاء.